يا صباح الفل يا صباح الجمال. النهارده بقى انا جايه وجايبه لكم طبق السلطه القنبله ده، فعلا قنبله. هتشوفوا انا حاطه فيه ايه وهتشوفوا المكونات، هتقومي جري دلوقتي تعمليه. طبق كله فوائد، كله يعني عايزه اقول لك طبق السعاده بجد والله العظيم. احنا بنقول على اكلات تانية كتير وحلويات وحاجات كده سعاده، لا، طبق السلطه ده اكتشفت ان هو فعلا طبق السعاده. عايزه اقول لك ان الطبق ده مليان غذاء وفوائد، وعايزه اقول لك كل حاجه حلوه فيه. لو حد من ولادك اكل طبق سلطه من ده، بجد اضمني ان صحته هتبقى تمام. وانتي قومي يلا واعملي طبق السلطه ده عشان بجد هتبقي برضه تمام. ايه رايكم؟ طبق سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه، وانتي واقفه بتحضري اكلك اعملي طبق السلطه ده في الفطار في الغداء في العشاء، بجد يا جماعه طبق السعاده بجد. انا عندي هنا جزر، خيار، بنجر، بصل، طماطم، ليمون، جرجير. عايزه تحطي كابوتشي اللي عندك حطي، الطبق ده مش هيقولك لا. هنا غاسله الجرجير ونقعاه وغاسلاه بالخل ومخليه زي الفل زي ما انتم شايفين. وابتديت هنا كده ان انا هقطعه، بايه بما اني هعمل سلطه بلدي فهقطع الخيار يعني تقطيعات صغيره. السلطه البلدي بقطع كده فيها المكونات بتاعتي بتبقى قطع صغيره. وهنا بقى هحط لكم بقى حاجه في الاخر هتخلي لي طبق السلطه ده قنبله قنبله. هنا بقى قطعت الجرجير، هبشر بقى كده الجزر اللي معايا، جزره اتنين حسب ما تحبي حطي. بشرت بقى الجزر بتاعي كده، تاني مكون عدوا معايا انا هحط كده كام مكون في السلطه بتاعتي. جبت هنا عندي الخيار والبصل كده 4 مكونات. حطوا مش هتقول لا، السلطه الخضراء دي او السلطه البلدي بتحب كل حاجه بجد والله العظيم، حطي كل حاجه موجوده عندك. كده انا قطعت الخيار، هقطع بقى البصل وهقطعه صغير خالص، بما ان ايه هعمل طبق كده حلو، فما تخليش كل حاجه باينه، يعني قطعيها كده صغيره، يعني حتى عيلك ما يلاحظوش هيحبوا طبق السلطه ده كويس جدا. هيطلبوه منك على فكره كل يوم. قطعي برضو كده الطماطم كده معايا. عدوا معايا المكونات بتاعت السلطة، طبق قنبلة بجد. يلا بقى شيروا الفيديو ده لاصحابكم اللي مش بياكلوا السلطة زي ولادي. ويلا بقى لايك وشير كده وكومنت حلو من قلبكم ليا. كده بقى ابتديت ان انا احط بقى كل المكونات بتاعتي، ولسه هحط حاجات تانية، خليكم معايا. هنا بقى هبشر كده قطعة بنجر، برضو بتدي طعم وشكل ولون وحاجات كده حلوة. هملح بقى هنا السلطة بتاعتي، هديها كده شوية ملح وعصرة ليمونة، معلقة زيت زيتون، وهقلبهم واحط بقى هنا مكون بجد انا اول مرة اكلها بالمكون ده وعجبتني جدا. عندي هنا شوية رمان حلوين كده، نص كوباية رمان حطيت عليها، وبجد اكتشفت ان السلطة دي بجد بجد بالرمان حاجة كده عظمة بجد. كل الفوائد دي وانتوا طبعا عارفين فوائد الرمان، وانا كنت منزله فيديو على فوائد الرمان، بجد حاجه كده تستاهل اللي انت تقومي تجربيه. طبق سلطه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، بجد هيعجبك. بصوا شكله والله العظيم، شكله بس يفتح النفس، شكله بيتكلم عن نفسه. بصوا فيه كل حاجه، كل الالوان، يعني كل طبيعه ربنا فيه. بصوا الجمال، يعني حاجه كده عظمه. طبق لو اكلتيه وما اكلتيش اي حاجه معاه بجد يعني جسمك اتفاد بافاده جامده جدا بسبب طبق السلطه ده. بقول لكم بصوا من على قرب يفتح النفس. يلا قومي حضري طبق سلطه لولادك وجوزك ودعي دعوه كده حلوه من قلبك ليا. ايه رايكم؟ يستاهل اللي انتوا تعملوا لي لايك. يا رب كده الفيديو يكون سهل وبسيط واكون بفيدكم، وهو سلطه حاجه بسيطه بس بجد هتفرق معاكم. كنت معاكم رشا السعيد.